السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شكرا جدا جدا لكل التعليقات بتاعتكم الجميلة. بحبكم في الله والله. أول حاجة احنا طبعا الفيديو اللي فات كان فيديو القص، الفيديو ده فيديو تقفيل المفرش أو الملاية. احنا معانا الملاية الكورنيش بتاعها تلات طبقات، يعني تلات ادوار، بس طبعا متخيطين في بعض. تمام. طبعا انا كنت قايله لكم القطعه اللي في النص دي اللي هي القطعه المشجره 15 و15 سنتي، وهنوصلهم ببعض زي ما انتم شايفين كده. بالنسبه بقى للدور اللي من فوق والدور اللي من تحت 20 و20 كل دور. تمام. وبرضه هنوصلهم ببعض، قصيناه 20 و20 سنتي وهنوصلهم ببعض. تمام. انا حطيت لكم الصوره عشان طبعا ايه تبقى الفكره واضحه قدامكم وانا بخيط. تمام كده انا وصلت كل اتنين ببعض. طبعا الكورنيش بيبقى محتاج ان هو يكون الضعف. تمام. يبقى القطعه اللي في النص اللي هي الرمادي قصيناها 15 و15 ووصلناها ببعض، وبعد كده القطعه الساده اللي من فوق واللي من تحت 20 و20 و20 و20. تمام. اول حاجه بقى هنوصلهم ازاي. انا باجي مش بوصلهم من البدايه خالص، لا من النص، من عند الخياطه، لان القماش الساده العرض بتاعه اكبر من العرض القماش المشجر. فطبعا هتيجي عند القطعه اللي هي اللي موصلينها بيها التوصيلات، يعني هيبقوا مختلفين عن بعض. فانا طبعا باجي اوصلها من عند النص كده عشان خاطر الوصلات تبقى مع بعضها. تمام. يعني بصراحة الفينش اهم حاجة، الفينش بتاعك يكون مظبوط. بصي الفرق اهو، ده كان هيجي في النص. طبعا هكمل خياطة من الناحية التانية. تمام. هنيجي بقى نركب بقى القطعة التانية السادة اللي من تحت، برضو بنفس الطريقة، برضو من النص، انا عشان اخيط يعني الخياطات تبقى زي بعضها او فوق بعضها بمعنى اصح. يعني انا دايما كده على طول اقول لكم في فيديوهاتي، يعني اهم حاجة الفينش، فينش شغلك يبقى حلو. طبعا هعملها اوفر القطعة اللي بصي بقى القطعة اللي في النص عايزة اوريها لك. ايوه مظبوط كده. طبعا هشيل الزيادة، والمفروض ان انا هتني تانية جوه تانية التلات جوانب. بس طبعا قبل ما اتني طبعا انا بعمل بونت كده، بريح القماش عشان خاطر بصراحة بيبقى بيدي شكل احلى. انت عايز تعمليها براحتك، مش عايز تعمليها برضو براحتك. تمام. هو بونت رفيع كده بتنيمي بالقماش يعني. وبرضو الناحية التانية كذلك. طبعا هعمل اوفر من فوق ومن تحت. لو انتي مش عايز تعملي اوفر مفيش مشكلة، اتني تانية جوه تانية كله مع بعض. تمام. انا طبعا عملت اوفر عشان خاطر طبعا ديت هتخيط من تحت المثلثات. وهنا برضو بحب انا الديل يبقى التانية بتاعته رفيعة. طبعا لو انتي عندك تانية البرم طبعا هيبقى كويسة حلوة. طبعا انا ما عنديش، فعشان كده انا بعملها اوفر وبخيط بتني تانية صغيرة رفيعة كده يعني. طبعا احنا حضرنا كده الكورنيش، هنحضر بقى الملاية عشان نخيط فيها الكورنيش. هي سهلة جدا، اللي يشوفها يقول دي لا دي، يعني في بنات قالوا لي دي الواحد مش انا مش عارفة اعملها. لا سهلة جدا والله. طبعا انا هنا عملت المثلثات اوفر، هرجع واقول لكم اللي ما شافش فيديو القص هسيبهوله في اول تعليق وفي صندوق الوصف. هتني بقى تانية جوه تانية التلات جوانب. طبعا الجانب ده مثلثات، فهاتني تانية جوه تانية بقية الملاية التلات جوانب. يبقى احنا كده حضرنا الكورنيش وحضرنا الملاية. ما تنسيش اللايك. تمام. هنيجي بقى
نخيط الفل. طبعا بقى عشان خاطر ما يعكسكيش ويبقى شكله مش قد كده، قصي وخيطي وركبي. يعني ديت بصراحة انا لقيتها افضل. يعني انا هقولك تعملي ايه دلوقتي. شكلها كده احسن. بصي هنا التمانية نايمة ازاي، دي الفرق بقى. هقولك بقى تعملي ايه. يعني انا دلوقتي قصيت عند التمانية من تحت، في القطعة بقى اللي في النص برضه هقصها عشان خاطر ايه، اظبط الوردة وفي نفس الوقت ما تنيهاش معايا وتعمل زي يعني عبعبة كده من النص. لا، هنزل الوردة تحت شوية، ريحها بمعنى اصح وايه واخيط. هتيجي بقى التمانية معايا مظبوط. معلش بقى الحتة دي يعني لو بتقولي ما انا لسه هقعد اقص واخيط، بس لا، الافضل ان انت شغلك يبقى مظبوط ونضيف. برضو كذلك انا هوريكم بس الفكرة واكمل الملاية ايه حتى من ورا الكاميرا عشان ما اطولش عليكم. انا ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات والله. هنيجي بقى لما نركب الكورنيش. طبعا ما ينفعش تركبي الكورنيش كده عشوائي، لا، امسكي مسطرة وقلم كده وعلمي فوق التمانيات دي خط كده مستقيم لغاية الاخر، عشان الخط ده اللي هتقرنشي عليه الملاية عشان تمشي عليه. ادي طبعا الكورنيش. طبعا هنعمله كده. اهم حاجة طبعا هتخيطيه كده زي على المقلوب بمعنى اصح، عشان خاطر طبعا لما تعدليه هتلاقيه جاي معاكي في وش الملاية مظبوط. طبعا بقى الكسر سهلة جدا يعني، كسري زي ما انت عايزة براحتك، عايزاها عريضة عايزاها رفيعة براحتك بقى. بس طبعا كسر، ما ينفعش يعني قرنشة اللي هي الصغيرة دي، لأ، الموديل ده عايز كسر. يا رب اكون قدرت يعني اوصل كل معلومة كده بالتفصيل وفي نفس الوقت ما اطولش عليكم يعني. جزاكم الله خيرا، دمتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.